له هدف تاني ممكن تفسره بشكل لو انت عارف ايه اللي بيترتب له. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم محمد منير من قناه كوره اونلاين. النهارده يا جماعه جايبين فيديو ابراهيم المنيسي وهو بيتكلم عن النادي الاهلي، غرامه 200,000 جنيه على النادي الاهلي وفتنه بين النادي الاهلي ومحمد صلاح. تعالوا نروح نشوف الفيديو ونرجع نعقب عليه. الناس كتبت على فكره لا الاهلي سأل، انا ما اعرفش الكلام ده جابوه منين عشان يعمل ازمه بين الاهلي وصلاح. يعني الفتنه رايحه بين الاهلي وصلاح، يقول لك الاهلي سأل اشمعنى صلاح، بتريحوا صلاح ليه؟ جبتوا الكلام ده منين؟ لا الاهلي سأل ولا الاهلي تدخل ولا الاهلي له انه يسال مدرب المنتخب او اتحاد الكره ريحت فلان ولا ريحت علان. الاهلي اتكلم في واقع حقيقي وعملي يخص لاعيبته بغض النظر، والاهلي متكلم في القضيه دي من قبل كتير ما تصار موضوع محمد صلاح او يعتذر محمد صلاح عن عدم الحضور. فما تفهموش الكلام ده جابوه منين. زي بالظبط بقى النهارده انتشرت حاجه قويه، اتحاد الكوره بيغرم النادي الاهلي 200,000 درهم على ايه؟ مخالفه حصلت في مباراه السوبر اللي بين الاهلي وبيراميدز. سالت الطرفين حتى الساعه وانا بكلمكم، وهي يعني بعد الساعه 12 مساء يوم الاحد، اتحاد الكوره ما بعتش حاجه للنادي الاهلي. النادي الاهلي ما استلمش اي اقرار او اي جواب او اي مكاتبه بخصوص غرامه، لا من اتحاد الكوره ولا طبعا من الرابطه ولا الشركه الراعيه ولا مجلس ابو ظبي لاستضافه المباراه ولا اي جهه اختارت النادي الاهلي باي عقوبه. جبتوا الكلام ده منين؟ ده كلام برضو فنكوش. بس على فكره بقى الكلام ده ليه هدف تاني، له هدف تاني ممكن تفسره بشكل لو انت عارف ايه اللي بيترتب له. اتحاد الكوره مصمم جدا يطمن ان الاهلي هيشارك في سوبر الابطال اللي هي الدوره الرباعيه اللي بديل كاس السوبر ولا لا. مجلس ابو ظبي قال لك انا عايز الاهلي، ماليش دعوه، تعالوا مع اللي هات الاهلي وهات معاه اللي انت تجيبه، بس لازم ان الاهلي يجي. طب اتحاد الكوره النهارده انا اقول لكم يعني وقلت لكم عليها قبل كده بس دي الجديد فيها، انه اتحاد الكوره عايز يطمن ان عايز يتاكد ان الاهلي هيشارك في البطوله المستحدثه ديت. بس النادي الاهلي معاه حق، بعت يقول له فين لائحتها؟ فين جوائزها؟ وعشان اقول لكم على حقيقه الامر، الاتحاد المصري كان بياخد قبل كده من مجلس ابو ظبي او من الشركه اللي بترعى او بتنظم المباراه 15 مليون جنيه. زيدت وفقا للعقد اللي اتعمل لمده 4 سنين لكاس النخبه او سوبر الابطال الدوره الرباعيه لكام؟ ل 60 مليون جنيه. اذا لما النادي الاهلي يقول لاتحاد الكوره هو انت هتبيع على حسابي، انت بدل ال 15 خدت 60، طب الجائزه المستحقه للانديه كام؟ الانديه اللي هتشارك دي هتاخد كام؟ ما هو خلينا نكون صراحه، الجمهور اللي هيحضر في ابو ظبي لا هيحضر عشان بيراميدز ولا عشان سيراميكا كليوباترا، مع الاحترام والتقدير للجميع ليهم كل احترام، بس انا بتكلم على الشعبيه، ولا يحضر على فيوتشر ولا انبي كمنافس محتمل يشارك لو كمل في الكاس، ونسبه كبيره هتحضر للزمالك لو الزمالك شارك لكنه معاقب. فبالتالي الليله دي كلها هيشيلها النادي الاهلي، هيبيعوا على النادي الاهلي. طب لما تكون هتبيع على حسابي وهتسوق وهتاخد 60 مليون جنيه، النادي هياخد ايه؟ فين الجايزه؟ فين نسبه الانديه المشاركه؟ في الحق انا كنادي اهلي انت المفروض عندك لائحه تبعتها لي بتوزيع الحقوق في الكلام ده كله. لكنه احنا بنتكلم على قيمه تسويقيه وضمانه جماهيريه لنجاح البطوله. ما تحترموا هذه المساله، ما انتوا عارفين حجم الشعبيه، ما انتوا منظمين الرابطه وعارفين حجم شعبيه النادي الاهلي ازاي. بمناسبه مارسيل كولر قش الاستفتاء بتاع التصويت على احسن مدرب في الدوري المصري الموسم المنقضي، وقال لك المارشال مارسيل كولر تفوق على الجميع وخد احسن مدرب في الدوري المصري. ده شيء طبيعي، الراجل واخد 5 بطولات ما شاء الله يعني. فانت عندك شعبيه وجماهيريه بهذا التاثير، فين حق النادي في هذا؟ فاتحاد الكره مبدئيا عايز يطمن ان الاهلي هيشارك، والاهلي بيسالوا على 3-4 اسئله. فين اللائحه؟ هي امتداد للبطوله اللي كانت بين بطل وبطل ولا لا؟
لائحتها ايه، نظامها ايه. مش القضيه ان الزمالك هيشارك ولا مش هيشارك، القضيه في الموضوع احترام اللائحه لو موجوده. ليه؟ لان انت لو عندك لائحه واحترمتها، انا حاجه اشارك لان انا هتعامل مع وضع محترم في لوائح بتنظم الحقوق وبتدي كل واحد حقه. لكن اضمن منين لما انت تخرق اللائحه او تنتهك اللائحه او اصلا ما عندكش لائحه؟ اضمن منين ان حقوقي مين اللي نظمها لي؟ فدي مساله خاصه بالمبدا وخاصه بالحقوق. فاتحاد الكوره فيما يبدو وهو بطريقه ما خلوا اي حد من القريبين من الاتحاد يسرب الخبر ويكتبوا ويقولوا انه في 200,000 درهم غرامه على النادي الاهلي. قال ايه الاهلي كده هيكش ويخاف ويجي يقول لك طب تعالى، طب نسقطها، طب نشارك، طب نتحاسب، وهكذا. جر رجل، دي عقوبه جر رجل للاهلي. لكن الاهلي طبعا الالعاب الصغيره دي لا تنطلي عليه، وفي النهايه يتحدث عن لوائح وحقوق. وارجوكم لما الاهلي يتكلم على لوائح وعلى احترام اللوائح تفهموا هذا الامر كويس، لانه في الاول وفي الاخر بيتكلم على اهميه الانضباط والنظام، ويبقى فيه مسابقه محترمه عشان الناس اللي احنا رايحين نلعب عندهم يحترمونا ويحترموا نظامنا، ويعرفوا انك انت السنه اللي فاتت لما الزمالك انسحب او اعتذر يا سيدي على اقل تقدير انت بتعاقبه وبتنفذ عليه اللائحه. لكن هي مش لائحه جايه كده بدون اي نظام او اي انضباط. ده يمكن سبب جر شكل الاهلي او جر رجل الاهلي للكلام في موضوع 200,000 درهم مش موجوده على اي حاجه الا في تسريبات ليها هدف معين قلت لكم عليه. وزي ما سمعنا كده برميل منيسي وهو بيتكلم عن النادي الاهلي والغرامه 200,000 جنيه اللي هي تسريب عشان خاطر يعرفوا النادي الاهلي هيشارك ولا لا. طب بدل ما تعملوا كده ما تخليكوا صراحه، خلوكوا صراحه وتعالوا دغري كده واعملوا لائحه. ولا انتوا عشان ما عندكمش لوائح وما عندكمش قوانين مش عارفين تسلكوا مع النادي الاهلي؟ انتوا عشان مش معاكوا لوائح ولا قوانين مش عارفين تسلكوا مع النادي الاهلي. النادي الاهلي سيستم بيمشي بلوائح وقوانين، لوائح وقوانين. العك اللي انتوا فيه اللي بتاع اتحاد الكوره هو ملهوش فيه. بطوله قول له نظامها ايه؟ يعني انا اي بطوله الاهلي بيخشها بعرف اول حاجه القيمه الماليه للبطوله قد ايه، الجوائز بتاعت البطوله قد ايه. الا اتحاد الكوره واحد ما يعرفش عنه اي حاجه، حتى الجوائز ما يعرفش عنه اي حاجه. كأن الحاجه بتيجي بتروح وبتيجي، ما نعرفش اي حاجه في اي حاجه. انت تعرف حاجه، انا اعرف حاجه، حد يعرف حاجه، محدش يعرف حاجه. ده اتحاد الكوره. والفتنه اللي حصلت بين محمد صلاح والنادي الاهلي، النادي الاهلي ملوش دعوه باي حاجه. النادي الاهلي مفيش اي حد مسؤول في النادي الاهلي طلع اي كلمه عن محمد صلاح. كل اللي بيتكلموا زينا احنا كده السوشيال ميديا. بنقول مثلا مش زي محمد صلاح انتوا ريحتوه، ما تريحوا لعيبه النادي الاهلي. ده انسان وده انسان، ده وراه بطولات واحلامه، ده له وراه بطولات واحلامه. احنا مننا ببعضينا كجمهور السوشيال ميديا بنتكلم، بس كاعلامي طلع يتكلم ان مسؤول النادي الاهلي ان صلاح مش معنى صلاح، ما فيش الكلام ده، ما حصلش. دي وقيعه بين الاهلي ومحمد صلاح. وبرميل منيسي شرح ال 200,000 درهم هو وراه ايه؟ هو الغطاء وراه ايه؟ مش ما بيجوز صراحه ودغري. وكمان يا جماعه كانوا جايبين ان الاهلي بيطالب ان يكون في جماهير، وهم بيعرقلوا الحاجه زي كده، بدل ما يساندونا لا بيعرقلونا. ويقول لك كل واحد من الجمهور بتاعك هتحضر يبقى النادي هو المسؤول. طب خلاص خلينا بقى يبقى انا شركه الامن وانا كل حاجه عشان يبقى انا المسؤول، يبقاش انا المسؤول عن اللعيبه وانت اللي بتحميهم. طب انا تيجي ازاي؟ انا المسؤول عنهم بس الحمايه في ايدك انت. يعني كلام ما يعقلش من ثروت سويلم. وحكايه المهاجم يا جماعه ما تصدقوش اي حد، لسه المهاجم لسه بدري عليه. وما تنسوش يا جماعه معانا اللايك والاشتراك، وما تنسوش الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.